يسعد مساكم اعزائنا المتابعين. اليوم 22/3/2023 ويانا هذه التاهو 2022 بيها البابيا مضروبات. هاي المصطلحات مكتوبه. شنو هاي المصطلحات استاذ محمود؟ هذه الهاي سبوت، يعني المنطقه المرتفعه الطالعه برا. ونوع يعني هاي الضربه بيها هاي سبوت. اي نعم، هذا الاسم اي نعم، هاي سبوت يعني خلينا نقول الشيء المرتفع اللي بارز الى الخارج، اللي هو الان مثل ما تلاحظون. هذا طبعا هاي الكل يعرف الومنيوم، سبيكه الالومنيوم اللي هي فافون يسموها. هذا الكنر دايس البودي لاين، وهذا طالع هنا بودي لاين ثاني اللي هو من نوع الهاي سبوت. هذا اتقانه بالمصطلح العراقي يسموه كلش نحس، وهو معقد لانه ما بيه ذاكره رجوع معدن. هذا البودي لاين اتقانه، وهذا البودي لاين اتقانه كلش صعب وياخذ وقت طويل من عندنا. طول الضربه تقريبا 60 سنتيمتر. وايضا الباب الخلفي نفس الشيء، ايضا فافون الومنيوم. هاي الضربات بي كراون دينت وكريز دينت، وايضا بي هاي سبوت اللي هي هاي بالوسط. شوف الكاميرا شلون دايس. وهذه هاي سبوت، هاي كلش معقده، اتقانها كلش معقده وصعب، مو من النوع السهل. واحنا طبعا طول الضربه حوالي 45 سنتي. احنا نطمح بفضل الله سبحانه وتعالى نجيب نتيجه 100%، ونتعامل بكل شفافيه ومصداقيه مع المعدن. نحب الشغل مالنا ونحب يطلع درجه اولى، وان شاء الله لنا لقاء معاكم بعد ما نقوم بالانجاز. معاكم محمود PDR، والسلام عليكم. يسعد مساكم. رجعنا لكم بعد ما كملنا اصلاح التاهو 22. هاي البابين اللي كانت مضروبه بالكنارات، والكل يعرف هذا فافون الومنيوم. هسه راح نمشي وياكم على البابين اليمين الامامي والخلفي. هذا الخلفي هسه. شوف هاي الخطوط العرضيه تبين عداله الاصلاح. ترويج الحمد لله ماكو، وعداله مال الكنارات. تعال تعال ابوي تعال، خلي يشوفون الحلاوه مال الشغل مالنا بفضل الله سبحانه وتعالى. هاي الباب الثاني الامامي. تعال تعال. هذه الحلاوة مالتنا، عدالة ونظافة بالشغل، بدون ترك أثر، بدون تشويه، بدون طرق، بدون قص. والحمد لله والشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمود PDR معك.